نرجعكم من جديد ضمن فعالية مهرجان أوسكار شمال أفريقيا الدولي في نسخته الثالثة. نستقبل معنا نائب الرئيس العالمي رئيس الشرق الأوسط السيد رائد دبش. السلام عليكم في رائد. اهلا فيكي، يسعدك ويخليكي. شرفنا فيكي، مبسوطين كثير ان احنا موجودين في تونس. أكيد. مبسوطين في هذا اللقاء اكيد، ويعني هاي الدردشه ممكن توصل لناس كثير إن لحتى شاء كمان الله. نعرفهم على الاتحاد وعلى النشاطات اللي عمالها بتصير في العالم العربي آه، وتونس خاصه. أول مرة تكون في تونس؟ ثاني مره بكون في تونس. حضرت أوسكار الأول؟ بالامانه لا، الثاني؟ ما كنت في الاوسكار الاول، الثاني؟ يعني هذا اول يعني حضور الي في الاوسكار مهم. مع الأستاذ بسام دريرة. بس كنت في مهرجان بال 2004 في صفاقس، يعني أها. نظمنا أنا والست ليلى بن صالح، نوجه له تحية طبعا رئيس الاتحاد. كانت مهم. وكان من مهرجان جميل وعظيم وعمل باسم. الآن هلا احنا بمهرجان أوسكار شمال أفريقيا. شنو رأيك في أوسكار؟ والله إذا رأيي فيه، يعني شوفي، احنا دائما بقطاع التجميل بحاجة، بنكون بحاجة للتحديث والتطوير والتطوير. هذا الاشي مش ممكن يصير إلا من خلال الاحتكاك صح والتبادل صح. الخبرات، حتى انه نضيف الى خبرات وخبرات. ما بصير اني انا قاعد في مكاني وبس عم بشوف اشي واني انا ممكن اني اوصل للشيء اللي انا بدي اياه والطموح اللي انا بكون بدي اياه. هذا الا من خلال احتكاكي ومن خلال تبادل الخبرات، من خلال الحضور للدورات التدريبيه أها. اللي بتصير واللي بنظمها الاستاذ بسام يعني. وهو بالاوسكار يعني بشمال افريقيا كان ناجح ومتابع، وكل سنه عم بيكبر عن السنه اللي قبلها. انا مهم. بتابعه وبكون متابع له، واللي عم بصير شيء كثير مهم خاصه للصبايا اللي بتبحث عن صح. التطوير وبتبحث عن انه يكون لها مكان متقدم ولها وجودها ولها بصمه في قطاع التجميل. هاي الفعاليات والتجمعات هي اللي بتخلق من عندها شيء بحيث انك تقدر تستفيد كمان من المدربين اللي موجودين، عندهم خبره كثير عاليه. بوصلوا ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، مهم. بوصلوا المعلومه بشكل سلس ودقيق. وهذا الحكي يعني يمكن كمان حتى احنا لو انه يعني مزينين عالميين، الا انه مهم. بنكون برضه نبحث عن المعرفه حتى انه كنت مستفيد. يعني اكيد صح. انه غيري بيكون فكره مختلف عني، يقدر يوصل لي المعلومه ممكن انا مش واصلتني، مهم. من خلال زملائي ومن خلال احتكاكي بالزملاء. شنو انطباعاتك على ما قدموه المدربين؟ والله شوفي، كان يعني شوف بالافتتاحيه كان افتتاحيه جميله، اهم. والتكنيك كان تكنيك عالي صراحه، ممتعه والخطوات مشوقه، يعني انك تضلك تتابعي وشاد الجمهور لإلها. اهم. وكان فينشنج قوي كثير يعني، وعملية الشغل كانت بطريقة بروفيشنال، مور بروفيشنال. كملوا اليوم على نفس المستوى وعلى نفس النمط، واليوم اهم. إن شاء الله كمان يكون يوم كمان فعالياته مثل امبارح. مستوى الحضور جيد جدا يعني اللي موجودين. بلس انه كمان المدربين اليوم راح يكون كمان في يعني احترافيه عاليه شويه. راح يكون في الرئيس العالمي راح يعمل شو أيوه. اليوم بالشنيون، وكمان نائب الرئيس الاتحاد استاذ جمال اشتراك كمان مدرب عالمي. اليوم كمان راح نشوف له شو بالتكنيك والابتكار بالقص. وفي نهى دعنا كمان اليوم لها شو من فلسطين اهم. كمان، ست مخضرمه ولها باع طويل يعني كمان. يعني اليوم كمان راح يكون في احداث حلوه حاجات وجميله حلوة، برشا وممتعه مفاجآت، برشا حاجات حلوة مزيانة. ووزن ثقيل يعني. أكيد أكيد أكيد، وهذا مش جديد على سي باسم دريرة. اه شوفي، يعني بسام بيحاول دائما ينتقي انه يقدر يفيد صح. الحضور اللي عنده والمزينين اللي جايين عنده. كمان لا تنسي انه هو يعني ابن المهنه وابن القطاع يعني. أكيد والان أكيد. يعني بنبارك له يعني كمان ترأسه للاتحاد العالمي للتزيين في تونس. اهم. اليوم صار من عائلتنا ومعانا واحنا صح. بنحبه وبنفتخر أيوه. فيه. عم بيعمل اشي كثير منيح. هو طموح وما بكل بصراحة يعني. وهذا الحكي يمكن
كانت تونس فقدت شويه انه تكون في توجه لتونس، إمم. استقطاب للدول من الدول العربيه او الاجنبيه. فلا هو قادر يوصل لهذا الحكي، وهذا شيء سهل للعلم يعني أكيد، أكيد. شخصيته لها دور، الكاريزما تبعته لها دور، استقطابه ومصداقيته مع خلّينا كلمة حرة، كلمة سي بسام ومدام أسماء. بدي اوجه لهم التحيه والشيء للسيد بسام والست اسماء، والست اسماء كمان هي كيف بدي اقول الجندي الخفي إمم. اللي تتحرك ما شاء الله عليها يعني بكل قاعة التدريب، التنظيم كمان، يعني هي سند حقيقي ورئيسي مع بسام في نجاح الأوسكار، بالإضافة إلى دوره هو كمنظم لهذا الأوسكار. كمان اهم. بيكون في عليه عبء كبير. أكيد. بوجه لهم كل التحية وبحكي لهم إنه بالتوفيق دائما وللأمام، ولا من أكبر لأكبر إن شاء الله. وإحنا دائما معاهم ووراهم، وأي شيء بدهم إياه إحنا رهن الإشارة بنكون موجودين معاهم. مرحبا بيك أستاذ رائد، شرفتنا، نورتنا، وجودك كان مشرفنا برشا، فرحنا بوجودك معنا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وإن شاء الله يا رب ديما موجود معنا في المناسبات هذه.